السلام عليكم، عاملين ايه؟ معلش انا كنت متأخر الفترة اللي فاتت بس بصراحة يعني انا كنت قلقان جدا الماتش ده. كنت قلقان جدا ومرعوب، خصوصا ان شفت اللي حصل في الجزائر والوساخة اللي حصلت. كان الجزائر ما لعبتش بأقوى شكل، بس الحكم معلش في حاجة كده اتعدل بشكل مش طبيعي. ف هارد لك الجزائر، كان نفسي تكسب بصراحة. نيجيريا طلعت بس. تعالوا بقى نتكلم عن الماتش ده يا جماعة. أنا الماتش ده كأي مواطن مصري يا جماعة، معظمنا خلينا متفقين، 80% من الناس كانت متشائمة في الماتش ده، بتقول إحنا هنحاول نلعب مثلا نجيب جون ونخطف وننام. هو ده اللي حصل. بس جون مرموش الأول عالمي. أنا متوقعتش كده جون في لحظة. رامي ربيعة الجون التاني، جون برضو جميل جدا. جون فتوح يا جماعة، أنا مش شايفه إن هو جون. انا عارف ان هو جاب الجون في نفسه، بس يا جماعه حتى لو كانت عدت منه كانت هتيجي جون، كان في لاعب من الناحيه التانيه جنبه فكان هتيجي جون كده كده. لكن انا عايز اتكلم عن لاعب معين، وعايز اتكلم عن حسام حسن، عشان انا ما بحبش الظلم. المنتخب النهارده كانوا ابطال رجاله، كل لعيب فيكم كان رجاله، من اول الحارس لحد محمد صلاح لحد الهجوم، حتى اللعيبه الدكه اللي نزلت. بس عايز اقول حاجه، عشان حرام الظلم يا جماعه. لو احنا مشينا فضلنا كده يا جماعه هنطلع. والماتش جاي ضد السنغال يا جماعه خلاص. اول حاجه، امام عاشور، انا زملكاوي، الناس عارفه ان انا زملكاوي. امام عاشور هو اهم لاعب في المنتخب قولا واحدا. صلاح، امام عاشور، وايوه في نفس ليفل مرموش مثلا، يمكن ما كانش. امام اهم. ليه امام اهم لاعب؟ امام اللعيب الوحيد اللي بيحركنا لقدام. امام اللعيب الوحيد اللي بيحركنا لقدام. فكروا فيها كده شويه، مين اللعيبه اللي في خط النص اللي بتحركنا لقدام؟ مفيش ولا لاعب. حتى تريزيجيه، انا عايز اقول لكم اقسم بالله لما تريزيجيه نزل قعدت ادعي يا رب يا رب ما نستقبلش جون كمان، لان انا عارف ان احنا لو استقبلنا احنا مش هنهاجم. تاني حاجه، يا عم حسام يا حسن، احنا يعتبر كسبانين وبنحاول نعمل، ليه مش بتعمل تغييرات يا حبيبي؟ سيبك من التغييرات. ايه تغيير مصطفى محمد ده؟ ايه التغيير ده؟ ليه؟ حرام عليك، حرام عليك بجد. انت في حاجه بينك وبين ان الراجل مثلا عايزه يقول قدام مثلا الكاميرات وبتاع ان هو متضايق، شفتوا يا جماعه هو اللي متضايق ليه؟ حرام عليك، حرام عليك يا جدع. انا عارف ان انت نيتك كويسه، بس حرام عليك. مش هتشاركوا، ما تشاركوش، لكن ما تجيش تنزلوا في الوقت الاضافي في الشوط الثاني وتنزلوا. صح؟ انت تدعي ان احنا ما جاش فينا جون تالت. لما انت عملت سحبه امام عاشور ده، انا ما كانش عندي مشكله ان مرموش يخرج، ولا عندي مشكله ان اي لاعب يخرج، لكن امام تخرجه في حاله ان هو مصاب او ان هو طلب ان هو يخرج. غير كده ما تخرجوش، غير كده ما تخرجوش. كنتوا ابطال يا جماعه، ابطال ابطال ابطال. مبروك المكسب، مبروك مكسب عالمي. مستني ماتش قدام السنغال. انا ان شاء الله هنتكلم عن الماتش وخير. خير. قولوا يا جماعه توقعاتكم في نص النهائي ايه اللي هيحصل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.